السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم بروفيسور احمد صلاح، مدرس مادة العلوم والكيمياء. طيب احنا النهارده بأمر الله تعالى في منصة زينة، هنشرح بأمر الله تعالى الصف الأول الإعدادي علوم. أول حاجة عندنا نفهم ايه المنهج بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن حاجات جميلة جدا وحاجات جديدة بالنسبة لكم، فهتبقى جميلة جدا بالنسبة لكم. طيب انتوا داخلين خلاص أولى إعدادي، مرحلة إعدادية. ربنا يا رب بأمر الله تعالى يوفقكم في اللي جاي. لازم تفهموا نظام مذاكرة جديد شوية. ايه بقى هو؟ ان انت تاخد الدرس او جزء من الدرس، لو الدرس كبير فبالتالي هتاخد جزء منه الجزء الاول، وبعدين تخش على المذاكرة بقى، تذاكروا مرة واثنين وثلاثة بعد طبعا ما تسمع الحلقة ديت او الفيديو بتاع الدرس، تذاكرها مرة واثنين وثلاثة وتبدأ تحل. وبعد كده تيجي تبص عليا وانا بحل عشان تشوف انت كنت بتحل صح ولا غلط. ده اول حاجة. تاني حاجة تشوف طريقة حل مختلفة مني تتعلمها مثلا، او تشوف التصحيح بتاع الاخطاء بتاعتك. طيب تعالى كده مع بعض نشوف احنا هنتكلم النهارده بامر الله تعالى عن ايه. طبعا هنتكلم عن الترم الاول، في يعني دروس بسيطة وجميلة جدا. أول حاجة عندنا هنتكلم في الوحدة الأولى عن الدرس الأول تركيب الذرة. هنعرف يعني إيه الذرة، هنعرف يعني إيه المادة، هنعرف كل حاجة عن حاجات حوالينا بس إحنا مش شايفينها كويس. تعالوا كده معايا. أول حاجة بأمر الله تعالى الدرس الأول زي ما إحنا قلنا إن هو اسمه تركيب الذرة. تمام كده؟ تمام. عرفني يعني إيه المادة. إمتى أقول عن الحاجة اللي قدامي دي أو الحاجة اللي معايا دي إنها مادة؟ طب الهواء مادة ولا لأ؟ واحدة واحدة. اول حاجه الماده، عشان اقول ان الجزء اللي قدامي ده او الجسم اللي قدامي ده او الشيء اللي انا بتكلم عنه هو ماده، لازم يكون عنده حاجتين: كتله وحجم. كتله وحجم بمعنى لازم يكون ليه كتله، يعني يبقى ليه كتله معينه ايا كان بقى كبيره او صغيره، المهم يكون ليه كتله وخلاص. تمام كده؟ طيب وايه تاني؟ يكون واخد حجم في المكان. يعني مثلا لو قلت لك التليفون ده انا حاطه على المكتب مثلا، فهو واخد جزء كبير او جزء ايا كان صغير او كبير، المهم انه يكون واخد جزء. يبقى الماده هي اي شيء ليه كتله وحجم او ليه كتله ويشغل حيزا من الفراغ. تعالى كده نشوف التعريف بتاعها هي ايه. الماده قال لك هي كل ما له كتله وحجم ويشغل حيزا من الفراغ. ويشغل حيزا من الفراغ يعني كل اللي كتله وحجم او يشغل حيزا من الفراغ. طيب اي حاجه موجوده حوالينا اذا كانت صغيره او كبيره فهي ماده. طيب تعالى كده نسال سؤال: هو الضوء ده ماده؟ تقول لي الله مستر الضوء مش ماده. طب ليه مش ماده؟ لان اولا الضوء ده ملوش كتله. طب وايه تاني؟ ملوش حجم. مش عشان هو مضيء ومنور الاوضه تقول ان هو كده ليه حجم او هو واخد جزء من المكان. لا طبعا خالص، هو ملوش حجم ولا ليه كتله، فبالتالي ما اقدرش اقول عليه ان هو ماده. يبقى الضوء مش ماده. طيب الصوت ماده؟ لا يا عم الحاج مش ماده. الصوت مش ماده برضه، ملوش كتله ولا حجم. يبقى الضوء والصوت مش ماده. الضوء والصوت مش ماده. الله ينور عليكم. ركزوا كده معايا. يبقى اي حاجه موجوده حوالينا تسمى ماده، وجميع المواد تتكون من وحدات صغيره. تمام كده؟ تسمى الجزيئات. لحظه واحده كده بقى، بص لي كده. شفت الحته الحلوه دي؟ حلو. قال لك اي حاجه هي ماده ليها كتله وليها حجم يبقى ماده. طب المادة يا مستر بتتكون من ايه؟ قال لي والله يا حبيب قلبي المادة بتتكون من جزيئات. بص كده يا حبيب قلبي مع الحركة اللي انا عاملها لك دي. قال لك والله احنا بنتكلم ان المادة، تمام كده، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزيئات. تمام كده؟ طيب يبقى المادة حاجة كبيرة بتتكون من جزيئات صغننة، صح كده؟ طيب الجزيئات دي بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من ذرات. بتتكون من ايه؟ من ذرات. وخد بالك عشان دي اهم حاجه عندي. اهم ايه؟ حاجه عندي. يعني ايه؟ الجزيئات دي فيها والله ذره هنا وذره هنا وذره هنا وذره هنا. يعني لو احنا كده نكبر كده شويه، بص كده الجزيء وحده فيه كذا ذره. يبقى الجزيئات بتتكون من ايه؟ من ذرات. يعني انت عاوز تقول لي ان الماده بتتكون من جزيئات والجزيئات بتتكون من ذرات، يعني بمعنى صح وحده البناء او وحده بناء الماده هي مين؟ الذره. وحده بناء الماده هي مين؟ الذره.
يبقى الوحدة البنائية أو التركيبية للمادة هي الذرة، صح كده؟ الله ينور عليكم. نرجع تاني ونشوف مع بعض. تعالى كده ناخد مثال، مثال عندك انت عارف طبعا ابو الهول. ابو الهول والله من امثله المواد، بمعنى جسمه بيتكون من حجر، صح كده؟ حلو. الحجر ده ماده، يبقى الحجر اسمه ايه؟ الحجر ده طيب اسمه صخر، او الحجر الجيري اسمه الحجر الايه؟ الجيري. الحجر الجيري ده يا حبيبي ده يعتبر ماده لانه ليه كتله وليه حجم. قال لك حلو، يبقى احنا دلوقتي الصخر او الحجر الجيري ده او ابو الهول بنطلق عليه ماده. بيتكون من ايه؟ من جزيئات. من ايه؟ من جزيئات. جزيئات دي شكلها عامل ازاي؟ بص كده، لو انت جيت تبص مثلا هنا كده اهو، هتلاقي جزيئات عباره عن ايه؟ عباره عن كور، عباره عن ذرات متماسكه مع بعض، مترابطه مع بعض، عاملين روابط كده مع بعض. فالجزء ده كده انا بسميه جزيئات. ده جزيء وده جزيء في جزيء تاني، يبقى الماده هي عباره عن اكتر من جزيء مع بعض. طيب دي اسمها الجزيئات. الذرات بقى لو جينا نفتح هنا كده، بص كده، جينا ناخد بقى ده وناخد ده وناخد ده لوحده، فاصبح عندي ذره اللي هي اسمها الكالسيوم، وذره اسمها الاكسجين، وذره اسمها الكربون، وفي ذرات كتيره جدا. يبقى الماده بتتكون معاه من جزيئات، والجزيئات بتتكون من ذرات. الله ينور عليكم، كده احنا وصلنا لحاجه حلوه جدا جدا يعني. طيب دخلنا بعد كده على بنيه الذره. هو انا عاوز افهم يا مستر، هم اول ما البشر اتخلقوا عرفوا ان في حاجه اسمها ذره؟ قال لك لا، ده الذره دي ده احنا قعدنا نعمل بلاوي عشان نفهم يعني الذره دي، وكذا عالم جه وراه ماتوا وجه تاني وحوارات كده. طب تعالى نشوف، ناخد نبذه عنها كده بسيطه. احنا عرفنا منين ان هي الذره، وعرفنا الذرات دي اصلا اكتشفناها ازاي؟ مع العلم خد بالك، انت الماده الحجر الجيري مثلا، الجزيئات انت ما بتشوفهاش، يعني ما تقدرش تشوفها بعينك المجرده. الذرات هتشوفها؟ اكيد لا طبعا، يعني الجزيئات مش عارف تشوفها، الذرات هتشوفها؟ لا طبعا. فالذرات انت ما بتشوفهاش بعينك المجرده، صح كده؟ طب حلو قوي. يبقى انا بشوفها بايه؟ طبعا بالميكروسكوب والادوات الحديثه دي كلها، تمام كده؟ طيب تعالى كده واحده واحده، هم ازاي عرفوا ان في حاجه اسمها ذرات؟ واحده واحده كده نبدا مع بعض. قال لنا في 3 قصص عن الذره دي، 3 قصص. قلت له ايه هي؟ قال لي اول حاجه حابب بس انوه عليها، انا هقول لك في القصه، احنا عندنا 3 قصص، هقول لك في القصه. اول حاجه، احنا مين اللي اتكلم؟ مين الشخص او مين الناس او مين المجموعه اللي اتكلموا؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، اتكلموا امتى؟ في انهي زمن يعني؟ تالت حاجه، قالوا ايه؟ يبقى مين، امتى، قالوا ايه؟ تعالى كده نشوف هنا في اول قصه معانا، بيقول لك اعتقد الفلاسفه اليونانيون. امسك كده عندك بقى مين اللي اتكلم؟ الفلاسفه اليونانيون. فلاسفه الايه؟ اليونانيون. امتى؟ مش انا قلت لك مين وامتى وقالوا ايه؟ مين عرفنا ان هم الفلاسفه اليونانيون. امتى؟ تعالى كده نشوف في العصور القديمه. فين؟ في العصور القديمه، يبقى في زمن العصور القديمه. قالوا ايه؟ قالوا والله احنا اكتشفنا ان كل حاجه حوالينا اسمها ماده، والماده تتكون من اجزاء صغيره غير قابله للتجزئه. يعني ايه؟ يعني جينا مثلا الماده دي قعدنا نكسر فيها لغايه ما حولناها لذرات، يعني حولناها لجزيئات، بعد كده حولناها لايه؟ لذرات. فجينا نكسر في الذرات ديت، ماسكين الشاكوش وعمالين نكسر. طبعا ده مش في الحقيقه، لان طبعا الذره دي احنا مش شايفينها، بس هم يعني حاولوا يعملوا كده، فلقوا ان خلاص الذره دي مش راضيه تتكسر، فعرفنا او مش راضيه تتفكك، فعرفنا ان الذره دي هي اصغر حاجه ممكن نوصل ليها في الماده، تمام كده؟ طب اطلقوا على اصغر حاجه ممكن نوصل ليها دي اسمها ايه؟ اسم الذرات. اطلقوا عليها ايه؟ اسم الذرات. طيب جينا نشوف كده، احنا خلصنا اول قصه. اول قصه بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الذره دي مين اللي اكتشفها؟ الفلاسفه اليونانيون. امتى؟ في العصور القديمه. قالوا ايه؟ قالوا ان الماده تتكون من اجزاء اصغر او من اجزاء صغيره، تمام كده؟ غير قابله للتجزئه، يعني ما بتتجزئش تاني، ما بتصغرش تاني. طب اطلقوا عليها ايه الاجزاء الصغيره ديت؟ اطلقوا عليها الذرات. يبقى مين اللي اطلقوا على الذره اسم الذره اصلا؟ هم الفلاسفه اليونانيون في العصور القديمه. دي اول قصه. تاني قصه، قال لي والله يا استاذنا بعد الفلاسفه اليونانيين بشويه كده
بدأ العلم يتطور شويه في شويه، فبدأ يظهر عندنا علماء. خد بالك ان هنا في الاول قال لك فلاسفه يونانيون، فلاسفه يعني مش عالم. بعد كده بقى جه عندك العلماء. اول عالم هو العالم دالتون. هو العالم مين؟ دالتون. واحفظ معايا اول اسم ده معلش، عشان احفظ معايا الاسم ده معلش، علشان الاسماء هنا هتبقى صعبه شويه، ولكن هم اسماء بسيطه جدا. عندنا العالم دالتون وفي عالم كمان، وكده يبقى شكرا. تمام كده في الجزئيه دي يعني. طيب اول حاجه العالم دالتون ده احنا اتفقنا في القصه نعرف ايه؟ 3. مين؟ امتى؟ قال ايه؟ اول حاجه مين؟ العالم دالتون. العالم دالتون مين؟ امتى؟ في امتى؟ قال لك والله عارف او اتكلم في الكلام ده كله في اوائل القرن التاسع عشر. في اوائل القرن التاسع عشر. طب يبقى كده احنا عرفنا هو مين وعرفنا امتى. قال ايه؟ قال لك يا عم الحاج بص، هو عمل اول نظريه علميه عن الذره. يعني هو عمل نظريه، اكتشف وعمل نظريه عن الذره، نظريه علميه. يبقى مين اول نظريه؟ دالتون. لان خد بالك هتلاقي التاني عمل اول نموذج تجريبي، يعني الاثنين عملوا اول واول، بس دالتون عمل اول نظريه علميه عن الذره. ده امتى؟ عملها في اوائل القرن التاسع عشر. تمام كده. وقال لك معلومه، المعلومه دي كانت اتقالت قبل كده لما الفلاسفه اليونانيين قالوها. قال لك ان الذره ديت هي غير قابله للانقسام، ما بتنقسمش خلاص، دي اصغر حاجه في الماده، مش عارف اوصل لاصغر تاني حاجه. تمام كده. طيب نيجي بقى في اخر قصه معانا، نموذج رذرفورد. قال لك والله العالم رذرفورد ده عالم كبير جدا جدا وراجل محترم و100 100. ليه يا عم الحاج؟ هو عمل ايه؟ ده عمل بلاوي. ده عمل بلاوي حلوه مش بلاوي وحشه. يعني ايه الكلام ده كله؟ قال لي والله العالم ده جه قال لكم بصوا، انت يا دالتون قلت لي نظريه، قلت لي حاجات كده كتابيه، ما عملتليش حاجه عمليه. وقال للفلاسفه اليونانيين انتوا قلت لنا حاجه ومشينا بعديها على كده، بس ما يعني برضه ما استفدتش حاجه قوي. قال لا انا هعمل تجربه علميه. قال انا هجيب تجربه، هجيب ذهب، شريحه ذهب كده، وهعمل الجزيئات الالفا وتخش وتعمل الكلام ده كله مش عليكم، بس انا بفهمك يعني ايه تجربه. يعني جاب حاجه وجاب ماده وعمل مش عارف اشعه وكذا وكذا والكلام ده كله، فقدر في الاخر يتوصل لشكل الذره. الذره دي شكلها عامل ازاي. تمام كده. خد بالك انت بتيجي مثلا تروح المدرسه عندكم مثلا في المعمل مثلا علوم او حاجه، او في الفصل ساعات بتلاقوا مثلا في كده نموذج. يعني تلاقي مثلا كده في الشمس عامله زي الكوره كده، وفي حواليها كور صغننه كده اللي هي زي مثلا كوكب الارض والعطارد والكلام ده كله، شكل كده صغنن كده عامل زي الموكت كده ولا حاجه. تمام كده. الشكل ده اسمه نموذج مصغر عن المجموعه الشمسيه. هو عمل ايه بقى؟ عمل شكل مصغر او عمل نموذج مصغر عن الذره. تعالى كده، هو عمل ايه؟ بص كده، شفت الشكل ده كده؟ هو عمله، قال لهم يا جدعان والله انا اكتشفت ان الشكل بتاع الذره عامل كده. تمام كده. بص كده عمل ايه؟ قال لك انا عملت اول نموذج يعد نموذج رذرفورد عام 1909، من اول او هو اول نموذج للذره على اساس تجريبي. يعني هو عمل النموذج ده بس ما عملوش وهو نايم بيحلم بيه قام راح جاي عمله، لا ده عمل تجربه علميه، وخد التجربه دي او خد النتائج اللي حصل عليها من التجربه دي وعمل بيها نموذج على الذره. طيب يبقى هو مين العالم ده اللي هو القصه الثالثه؟ مين العالم ده؟ رذرفورد. امتى؟ 1909. عمل ايه او قال ايه؟ هو عمل اول نموذج للذره على اساس تجريبي. طيب خد بالك ايه يا عم الحاج؟ قال لي والله اذا مثلنا حجم الذره، بصوا كده، عارفين احنا مثلا لو جينا هنا كده، مثلا بيقول لي انا عاوز اعرف الذره دي شكلها عامل ازاي. قال لي عامله كده وجواها كده حاجه اسمها نواه، دي كلها على بعضها بالنواه اسمها ايه؟ ذره. يبقى دي كده الذره اهي. حلو كده؟ قال لي حلو. دي كده كلها ذره؟ قلت له قال لي خد بالك من حاجه، ان في حاجه صغننه كده جواها اسمها النواه، دي كده اسمها النواه. هنعرف دلوقتي النواه دي موجوده ليه وبتعمل ايه وكل حاجه، ما تخافوش. طيب قال لي خد بالك. قلت له ايه؟ قال لي
ان النواه دي حجمها بالنسبه لحجم الذره، يعني مثلا حجم الذره قد كده، النواه جواها بيبقى حجمها صغير جدا 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 لدرجه انت هتستغربها. بمعنى، قال لي والله انت عارف ملعب كره القدم او ملعب البيسبول؟ قلت له اه عارف، الكبير ده ملعب كبير. قال لي تخيل ان الملعب ده هو الذره. قلت له ماشي. قال لي عارف حجم النواه عامل ازاي؟ قلت له ازاي؟ قال لي هات كده دبوس، اللي هو بتاع الدبوس الطرحه ده او الدبوس عامه، بيبقى ليه راس كده صغير. هات الراس دي كده اللي هي الكوره البلاستيك الصغننه قوي دي، وحطها كده في نص الملعب البيسبول الكبير. قلت له حلو. قال لي النواه قد حجم راس الدبوس والذره قد حجم الملعب. يا نهار ابيض، يعني الذره كبيره كده والنواه صغننه كده؟ قلت له اه. احنا كده عرفنا حجم النواه عامل ازاي بالنسبه للذره. طب النواه دي مهمه، ده بيقول لك بيتركز فيها معظم كتله الذره، اصلا كل كتله الذره. يعني ايه يا مستر؟ يعني الذره كلها عباره عن يعتبر نواه مثلا. طب ليه مثلا؟ لان في حاجات بتدور تاني حوالين النواه اسمها الالكترونات. في كده نقط كده بتدور حوالين النواه اسمها الكترونات. هنعرف طبعا كل ده، ما تقلقوش، انا بس بديكم نبذه كده مختصره عن الذره. تمام كده؟ طيب والله جينا قال لي خلاص ماشي، انا كده فهمت شكل الذره ممكن يكون عامل ازاي والكلام ده كله. تعالى كده نرجع تاني ونشوف شكل الذره ممكن يكون عامل ازاي. قال لي والله يا استاذنا بص كده، شفت الشكل ده؟ قلت له اه. قال لي الشكل ده بيمثل لك الذره. الكور دي هي الالكترونات اللي بتدور حوالين النواه. خد بالك ان دي كده النواه، دي كده النواه، تمام كده؟ اللي بالاحمر دي كده كلها دي النواه، ودي الالكترونات اللي بتدور حوالين النواه اهو. ده الكترون، ده الكترون، ده الكترون، عمالين يدوروا حوالين النواه كده. تمام كده؟ هنعرف بيدوروا ليه دلوقتي. طيب قال لي بص بقى، انت كده عرفت كل حاجه؟ قلت له اه عرفت كل حاجه. قلت له اه عرفت كل حاجه. قال لي زي الفل، واحده واحده كده معايا. قبل ما نخش على تركيب الذره في جزئيه بسيطه كده عاوز اقول لك عليها. هي ايه يا مستر؟ قال لي والله شفت، فاكر العالم رذرفورد؟ قلت له اه، ده القصه الثالثه. العالم رذرفورد عام 1909 قال لي ان هو اخترع او هو عمل نموذج او اول نموذج للذره على اساس تجريبي. قلت له الله ينور عليك، مذاكر وشاطر ومعايا 100 100 كده، انت 100 100. قال لي فيها ايه بقى؟ قال لي والله يا استاذنا العالم ده بعد ما اكتشف الاكتشاف ده الدوله بتاعته كرمته تكريم عالي جدا. اولا هو عالم نيوزيلندي. هو عالم ايه؟ نيوزيلندي. يعني ايه يا استاذنا؟ يعني من دوله نيوزيلندا. تمام كده؟ هو عالم نيوزيلندي. ولد امتى؟ 1871. ايه بقى التكريم اللي حصل عليه؟ حصل على جائزة نوبل في الكيمياء. حصل على جائزة ايه؟ نوبل في الكيمياء. هو الشخص المحترم اللي معانا ده. تمام كده؟ طيب يبقى هو عمل ايه؟ والله هو عالم نيوزيلندي، اتولد 1871، حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام امتى؟ كام؟ حصل عليها امتى؟ 1908. قال لي خد بالك، وتوفى 1937. ايوه يا عم الحاج، دولته عملت له ايه؟ جائزه نوبل دي هو خدها من يعني من العالم كله عامه. هو يا دولته عملت له ايه؟ قال لي والله دولته كرمته، ان هي نيوزيلندا يعني، كرمته ان هي جابت اعلى عمله عندها وحطت صوته عليها. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا في مصر ان العمله العاليه بتاعتنا هي ال 200 جنيه. يجيبوا ال 200 جنيه يشيلوا الصوره اللي عليها ديت اللي هي بتاعت امن حطب او مش عارف مين دي، طيب يشيلوها خالص ويحطوا صوره العالم ده. هم في دولتهم عملوا كده، جابوا اعلى عمله، شالوا الصوره اللي فيها وحطوا الصوره بتاعت مين؟ العالم رذرفورد، تكريما لدوره الكبير في اكتشاف الذره او في علم الكيمياء. حلو قوي كده، خلاص خلصنا العالم رذرفورد ونقول له شكرا، تحيا ليك، لانه برضه هيساعدنا في حاجات تانية على فكره. خدوا بالكم وخليكم مفتكرين الاسم ده كويس جدا. طيب تركيب الذره. قال لي والله يا استاذنا تركيب الذره بتتركب من حاجتين، وجوه الحاجه الثانيه في حاجتين. ازاي؟ قال لي بص، دي الذره دي كده كلها الذره. قلت له ماشي. قال لي خد بالك، اول حاجه معانا الالكترونات. اول حاجه معانا مين؟ الالكترونات. فين يا مستر الالكترونات دي؟ دي الاجسام السالبه اللي بتدور حوالين النواه. دي الاجسام السالبه اللي بتدور حوالين النواه. قلت له حلو.
قال لي بص ده كده الكترون وده الكترون وده الكترون، وخد بالك من كلمه الاجسام السالبه. الاجسام السالبه يعني بتتميز بالاشاره السالبه. تمام كده اهي. حلو كده؟ حلو. قال لي وايه تاني؟ قال لي مش انت عارف ان في نواه؟ قلت له اه. قال لي النواه دي جواها حاجتين، مش انت عندك الالكترونات بره؟ تمام كده؟ قال لي في حاجتين بقى جوه النواه، ايه هما؟ قال لي البروتونات والنيوترونات. البروتونات والايه؟ والنيوترونات. البروتونات دي شحنتها ايه؟ قال لي الموجبه. لو جينا نكبر كده هنلاقي ان هنا في شحنات موجبه وفي النيوترون اللي هي الشحنات المتعادله، بتبقى عباره عن موجب وسالب. تمام كده؟ طيب يبقى احنا عندنا ايه؟ شحنات موجبه وشحنات متعادله. قال لي خد بالك انت كده عندك 3 جسيمات دون ذريه. ايه يا مستر الجسيمات دون ذريه دي؟ قال لي الجسيمات الدون ذريه ديت هي الجسيمات اللي اصغر من الذره. طب هي اصغر من الذره ليه؟ عشان هي موجوده جواها. انت تخيل كده انت معاك شنطه وفي جنيهات فاضه جوه. الجنيهات هي الاكبر ولا الشنطه؟ هتقول لي الجنيهات. ليه؟ لان الجنيهات جوه الشنطه. فبالتالي هنا البروتونات والنيوترونات اللي جوه النواه هم اصغر من الذره اللي هي الكبيره قوي، صح كده؟ عشان كده بنقول عليهم ايه؟ جسيمات دون الذريه. جسيمات دون الذريه. طيب يبقى احنا عندنا كام جسيمات دون ذريه؟ 3. البروتونات والنيوترونات اللي هم موجودين جوه النواه، وايه كمان؟ والالكترونات اللي موجودين بره النواه اللي بيدوروا حواليها. يبقى دول ال3 اسمهم جسيمات دون ذريه. هم مين؟ البروتونات والنيوترونات والالكترونات. تمام كده؟ طيب طبعا دي شحنتها متعادله. يعني ايه شحنتها متعادله؟ يعني بيرمز لها برمز كده، بتبقى دوريه فيها موجب وفيها سالب. وخدوا بالكم من حاجه، عشان دي انا بطلق عليها ان هي طيشه، يعني الشحنه بتاعتها معدومه ملهاش شحنه. هي شحنتها متعادله ما بتعملش حاجه. انما مين بقى اللي شحنته قوي وباخد بيها الموجب اللي هو البروتون؟ بيبقى هنا موجب بس، والالكترون بيبقى هنا كده سالب بس. فده بيبقى موجب قوي باخد بيه وده قوي جدا، والسالب برضه قوي جدا وباخد بيه. تمام كده؟ يبقى عندنا الالكترونات شحنتها سالبه، وعندنا البروتونات شحنتها موجبه، انما النيوترونات شحنتها متعادله بسميها انا طيشه. انا بسميها طيشه، اوعى تكتبها عندك طيشه، خد بالك. طيب كده احنا عرفنا الحمد لله يا مستر. انت كده ممكن تقول لي يا استاذنا اللي احنا عندنا والله الذره اهيت بتتكون من نواه جواها كرات حمراء وكرات مثلا سوداء، فيها كرات موجبه وفيها كرات متعادله اللي هي الطيشه، صح كده؟ الكرات المتعادله دي اسمها النيوترونات او النيوترونات. الكرات اللي هي الحمراء دي اللي هي الموجبه اسمها البروتونات. وفي كور تانية بتدور حوالين النواه اسمها الالكترونات، ودي بتبقى عباره عن شحنات سالبه. شحنات ايه؟ سالبه. تمام كده؟ طيب كده احنا الحمد لله عرفنا شكل الذره عامل ازاي، وعرفنا ايه اللي بيدور جواها واللي بيمشي والكلام ده كله. يجي بقى سؤال يقول لك هو دلوقتي علل شحنه النواه. شحنه النواه دي كلها موجبه. ليه شحنتها موجبه كلها؟ هقول له لانها تحتوي على شحنات موجبه اللي هي البروتونات موجبه الشحنه، والنيوترونات او النيوترونات المتعادله الشحنه اللي انا كنت بقول لك عليها ان هي طيشه. متعادله يعني ملهاش لازمه. انما مين بقى اللي قوي؟ البروتونات اللي هي الموجبه. عشان كده شحنه النواه كلها عباره عن شحنه موجبه. تمام كده؟ طب يجي يقول لك والله ليه الذره كلها بقى شحنتها متعادله؟ الذره كلها متعادله. عارف لو ما كانتش متعادله كان هيحصل مشاكل في الدنيا. الدنيا اصلا ما كانتش هتبقى عايشه، يعني كل الدنيا دي كلها كده هتخش في بعض وتكهرب وتفنجر والكلام ده كله. تمام كده؟ لان كل المواد عباره عن ذرات. طيب فالذره لازم تكون متعادله. طب هي متعادله ليه؟ ما النواه عندك موجبه صح؟ ما خد بالك ان انت بيدور حواليها الكترونات سالبه، فالسالب مع الموجب يعمل تعادل، صح كده؟ هو انا ليه قلت لك على الجسيمات اللي هي النيوترونات اللي هي موجب وسالب ان هي متعادله ولكنها مش موجوده عادي طيبه خالص؟ علشان فيها الموجب والسالب. هنا برضو عشان النواه كلها موجبه، تمام كده؟ او شحنتها موجبه،
والالكترونات السالبه هي اللي بتدور حواليها، فبالتالي بقدر اقول لك على ان الذره كلها متعادله والدنيا تمام فيها خالص. تمام كده. نرجع تاني. نيجي هنا بقى، خد بالك بيقول لك ان البروتونات والنيوترونات والالكترونات جسيمات دون ذريه. قول له يا عم مستر احمد قال لي عليهم قبل كده خلاص. يبقى هنا البروتونات الثلاث جسيمات، البروتونات والنيوترونات والالكترونات جسيمات دون الذريه. طيب النواه موجبه الشحنه ليه؟ سؤال علل اهو. النواه موجبه الشحنه لانها تحتوي على بروتونات موجبه الشحنه ونيوترونات متعادله الشحنه. طيب تعالوا بقى كده ناخد اخر جزئيه في الدرس، في الجزء الاول، اخر جزئيه في الدرس الاول. في الجزء الاول احنا هنقسم الدرس على جزئين، جزء اول وجزء تاني. طيب الجزء الاول اخر حته فيه خصائص الجسيمات. انا عاوز اعرف الجسيمات دي اللي هي الدون ذريه الثلاثه، الالكترونات والنيوترونات والبروتونات، عاملين ازاي؟ شكلهم عامل ازاي؟ عرفني عليهم اكتر. قال لك والله بص يا عم الحاج، احنا عندنا البروتونات دي بنرمز لها برمز بي، والنيوترونات بنرمز لها برمز ان، والالكترونات بنرمز لها برمز ايه؟ الكترون. تمام كده. اي شرطه اللي هي اي سالب يعني. طب الشحنه بتاعتها اتفقنا ان البروتونات شحنتها موجبه فبنطلق عليها موجب واحد. طب والنيوترونات صفر متعادله ملهاش اي لازمه. طب والالكترونات قال لك لا، الالكترونات دي بقى شحنتها سالب واحد اللي هي سالبه يعني بمعنى صح، فليها اشاره سالبه. طب نيجي هنا نشوف الكتله بتاعه البروتونات واحد يو. واحد ايه؟ يو. يعني ايه واحد يو يا مستر؟ هقول له اليو دي هي وحده الكتل الذريه. اليو هي وحده الكتل الذريه. فهمني يا مستر بقى كده يعني ايه وحده الكتل الذريه؟ اقول له والله مش انت حضرتك دلوقتي لما بتروح مثلا عند الفكهاني او عند بتاع خضار تقول انا عاوز 5 كيلو برتقان، 5 كيلو جزر، 5 كيلو ايا كان، و10 كيلو ايا كان، الكيلو دي وحده قياس الكتله. طب لما بتروح عند بتاع الذهب تقول له انا عاوز خاتم 5 جرام، الجرام برضو دي وحده قياس الكتله. بس لما الكميه بتختلف، تمام كده، الكتله بتختلف، تبقى صغننه جدا بطلق عليها جرام، كبيره شويه بقول لها كيلو، كبيره قوي بقول لها طن. طب لما تكون صغيره جدا، وتكون صغيره جدا اصغر من حاجه انا مش شايفها اصلا، تمام كده، بطلق عليها ايه؟ اليو، او حاجه اسمها وحده الكتل الذريه. يبقى اليو دي الوحده اللي بقيس بيها الحاجات الصغيره جدا اللي هي في حجم الذره والكلام ده كله. تمام كده. طيب فقال لك هنا البروتون، وركز معايا بقى في الكتله دي عشان مهمه جدا. البروتون اللي هو الموجب اللي برمز له برمز البي كتلته ايه؟ 1 يو. طب النيترون او النيوترون برمز له برمز الان وكتلته برضه 1 يو. يبقى الجسيمين او اللي هما النوعين من الجسيمات اللي موجودين جوه النواه متساويتين في ايه؟ في الكتله. ده 1 يو وده 1 يو عادي. قال لك مين بقى الصغير في الكتله؟ المعلم اللي اسمه الالكترون اللي برمز له برمز اي شرطه. ده شحنته سالبه وكتلته بتساوي 1 على 1836 يو. 1 على 1836 يو. 1 على 1836 يو، يعني كتلته صغيرة جدا 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 جدا. تمام كده؟ طيب كده احنا الحمد لله قدرنا نتعرف على الثلاث جسيمات بتوعنا، هم دول الحاجه اللي احنا المفروض كنا نتعرف عليها ودول المهمين جدا. تمام كده. طيب فبيقول لك هنا السؤال برضو اللي انا قلته لك، خد بالك اهو، تتركز كتله الذره في النواه. تتركز كتله الذره في النواه، يعني بيقول لك ليه كل كتله الذره موجوده في النواه؟ هقول له عشان ايه؟ عشان كتله البروتونات وكتله النيوترونات كبيره بالنسبه لمين؟ للالكترونات. الالكترونات كتلتها مهمله لكنها مش موجوده، انا بوزن بس البروتونات زائد النيوترونات ودي يعتبر كتله الذره كلها. تمام كده. طيب فبيقول لك لان كتله الالكترونات ضئيله جدا اذا ما قورنت بكتله كل من البروتونات والنيوترونات داخل النواه. يعني بيقول لك بمعنى صح ان كتله الالكترونات صغيره جدا بالنسبه لمين؟ البروتونات والنيوترونات. وكده نكون الحمد لله خلصنا الجزء الاول من الدرس الاول، الوحده الاولى، علوم اولى اعدادي. وشكرا ويا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.